طبعا هي السنه الثامنه اللي بشارك بالمعرض فيها. طبعا السبع سنين اللي مضوا كنت عم شارك كقارئه، وهي السنه عم شارك ككاتبه ضمن المعرض. طبعا تم اصدار اول كتاب لي وعرضه بمعرض شهيد هراكول في دورته الثامنه. الكتاب خواطر شعريه، بيتضمن خواطر واشعار عن حياتنا اليوميه، عن حياتنا ضمن الحرب، عن المراه خاصه. طبعا بنشوف انه التغيير اللي صار على النساء هون ضمن ثوره روجافا، يعني بتشارك سنه كقارئ، السنه اللي بعدها بتشارك ككاتب، السنه اللي بعدها بتشارك باصدارات جديده إلك. هذا تحول كبير صار بالمنطقه، كونه صار في فعاليات ثقافيه مثل معرض شهيد هراكول، مثل الندوات الحواريه، الندوات الثقافيه. طبعا هون بنشوف انه دور المراه خلال المعرض كان لها دور كبير، سواء بالكتابه، سواء برواد المكاتب، سواء حتى بدور النشر والمكاتب كان دور كبير للمراه. اما بالنسبه للكتابات اللي انا بكتبها، فانا بكتب بلغات الثلاثه، العربيه والكرديه والانجليزيه. بالنسبه للصعوبات، هلا شوفي، ما تركت هي الحرب ما تركت حدا وما عملته كاتب، مثل ما بيقولوا الناس او الاشخاص اللي ضلوا ضمن روجافا، كل حدا منهم بيقاتل بشيء، في بيقاتل بسلاحه، وفي منا اللي بيقاتل بقلم، وفي منا اللي يقاتل بفكر. فمثل ما بيقولوا انه نحن ضلينا بهالبلد، ضلينا حتى اخر قطره حبر باقلامنا. في صعوبات خاصه كمراه، اين خاطر، اين شعر، اين مقاله بتكتبيها بخصوص المراه ممكن تشوفي من المجتمع انتقاد، بينما لما تصير الفكره منطقيه او تكون مثلا الشيء اللي كاتبتيه منطقي، حتى الانتقاد بيكون بطريقه اخف. طبعا بدنا كثير وقت لحتى نحن نتعدى هالذهنيه السائده بالمجتمع، هالذهنيه القديمه. مثل ما عم تقولي، الثقافه، ثقافه القراءه، ثقافه الكتابه، هي ثقافه جديده على المنطقه، ثقافه عم تنغرس ضمن هالثوره. ففي كثير تطورات صارت خلال هالثوره، ومن ضمنها المراه في مجال الكتابه، المراه في مجال المفكرين، المرأة في مجال العمل. مستقبلا ما رح يقتصر كتابتي على الشعر. طبعا كونه انا اختصاصي برمجه ولغويه عصبيه، اي تنميه بشريه، رح يكون عندي كتب ثانيه وعم اشتغل عليها حاليا، هي بمجال التنميه البشريه وبمجال علم النفس كمان، وممكن يكون عندي روايات كمان. بالاخير حابه انه وصل رسالتي لكل النساء، وخاصه نساء روجافا، كونهم اكثر نساء ما كان لهم صوت، ما كان لهم وجود بالمجتمع. انه رسالتي هي خاصه للمراه الكرديه والعربيه، انه لازم انتم تثبتوا وجودكم. اين انسان اليوم فيه يثبت وجوده باين ركن من المجتمع بفكره بسيطه، يعني الكون تاسس على اساس فكره، فانت كمان بفكره او بفكر ممكن انك تطوري من حالك، ممكن انك تاخذي مكان بالمجتمع ووجود اكثر، تثبتي وجودك بقلمك، بفكرك، بدراستك، بشو ما كان.